حاجات مهمة لازم تاخد بالك منها وانت بتشتري. اول حاجة تبص عليها تسلسل الملكية من حيث الترتيب، ان يكون فيه تزامن او تسلسل في كل عقد انت بتقراه او بتشوفه. رقم 2 التوكيلات. لو في توكيلات معمولة مع عقود البيع لازم تاخد التوكيلات دي وتتوجه بيها للشهر العقاري وتشوف الشهر العقاري اللي صادرة منه، وتبدأ تتأكد ان التوكيلات دي صادرة من الشهر العقاري. تتأكد إذا كان العقار نفسه عليه مخالفات، عليه تصالحات، عليه ديون سابقة في مية في كهرباء في أي حاجة، علشان ما تجيش بعد كده تتفاجئ إن أنت مثلا دافع لك 2 مليون في شقة وتلاقي نفسك عليك 20,000 جنيه مديونية مية، ولا 10,000 جنيه مديونية مية، ولا مديونية كهرباء، كارت مش كارت، أيا كان نوع المديونية اللي أنت هتلاقيها. تمام. وانا نصيحتي ليك لازم تاخد معاك محامي متخصص، محامي يكون فاهم في قصه العقار. طبعا كل الساده المحامين فاهمين، ولكن انا بتكلم ان انت لازم تاخد معاك محامي علشان يراجع لك الورق ويكتب لك العقد بشكل سليم. بمناسبه العقد ما تروحش تجيب عقد من المكتبه وتقول لي هتكتب فيه عقد البيع بتاعك اللي انت تكون الشقه مشتريها بمليون، تروح تشتري عقد ب5 جنيه ملوش لازمه، وتيجي تتفاجئ بعد كده ان هو ما بيحفظش حقوقك. لازم تتاكد ان العقد مكتوب بصياغه سليمه تضمن حقك في العقار، وتعرف ترجع على المالك بتاعه السابق لو هو قل معاك في حاجه او كان في مشكله معاك في حاجه معينه. فولو لايك واستنوني في معلومه قانونيه جديده.